ما يصحش حلم بكري يتكفن ويتغسل في مستشفى عام او في مكان خارج بيته، عيب ما يصحش. ولا ما حدش عايز ياخده البيت يكفنه عشان بيقولوا انه ما يصحش حلم بكري يخرج من المستشفى. قولي لنا كده رد كده على التصريحات الاخيره. لا ما عنديش. طيب كلمينا بس يا فندم بعد اذنك رد كده على التصريحات الاخيره. يعني حضرتك في اتهامات كتير على السوشيال ميديا عنك وكده، يعني ردي على يا فندم. انا عايزه هشام بس كلمتك انت قدام الناس هي شهاده حق ليكي انت قدام ربنا. انا اللي يقول كلمه غلط عليا يثبتها، بس ما عنديش حاجه تاني اقول. من فضلكم بس عايزه اقوم اروح النيابه. طيب يعني كمان عايزه نطمن على استاذ حلمي لانه لسه يعني على وش اللحظات الاخيره، يعني على وش الارض بس على لسه على اللحظات الاخيره. قولي لنا كده يعني انت قابلتي الهجوم ده ازاي؟ هو كان في هجوم شرس يعني خلال الفتره الماضيه ولا واجهتي ده ازاي؟ ولا اي حاجه غير ان انا كل اللي بفكر فيه استاذ حلمي يروح لمسواه الاخير في امان وسلام. اللحظات الاخيره بس بينكم، يعني احكي لنا. هل ينفع يقعد 3 لا ايام؟ طبعا. انا نفسي اعرف في حد في الدنيا، في آية في القرآن، ثواني يا جماعه بس بعد في آية في القرآن بتقول ان واحد يقعد 3 ايام ما يدفنش؟ طبعا كلنا طبعا نعرف. تفتكري مين المتسبب في ده؟ طيب مين المتسبب في ده؟ كانوا فين؟ اللي بيتكلموا دول دلوقتي هم كانوا فين اصلا؟ كانوا فين؟ كانوا في بيوتهم. انا ما شفتهمش قبل كده. ما هو استاذ حلمي بنفسه قال كده، بس يعني بعدين هنطلع. انا كنت قريب من استاذ حلمي ما شفتهمش قبل كده. بعدين هنطلع الفيديوهات والكلام. استاذ سماح بعد اذن حضرتك كان لا ما فيش. استاذ سماح ما اعرفش غير ايهاب. استاذ سماح كان في تصريح اخير، من حضرتك ردا على نجل مستر حلمي بكري بتقولي ان هو ما كانش حابب يشوفه في الايام الاخيره. مش ما كانش حابب يشوفه. امال ايه بالظبط؟ كان عنده مشكله وقال انه كان عامل حادثه وكان عنده مشاكل اسريه، فما كانش صح ان هو يعني مضغوط اكيد يعني. ربنا اللحظات الاخيره بقى، اللحظات الاخيره ما بينكم احكي لنا. مين؟ لا بعدين هحكي لك لحظات اولانيه واخيره، وكل عندنا حاجه باثباتات ودلائل، لان الاستاذ كان بيحب يوثق كل حاجه لعلمي. طيب انت حاليا متجهه على فين؟ قلت لي مين اللي قال ان استاذ حلمي استغيث بيا عشان انا متعرض للخطف؟ قلت لي هو احنا هنروح نواجهه عشان نطلع الحياه للناس. ما انا ما اعرفش الحقيقه. ده كده مش، ما هو انا ما احنا مين اللي قال ده؟ انا ما اعرفش. انا اصلا ما بسمع بس، لكن ما عرفتش. طيب قولي لنا كده حاليا حضرتك متجهه على فين؟ حابه تسيبينا وتروحي فين؟ النيابه علشان نطمن على استاذ حلمي لانه لسه على وش الارض. انت كنت متواجده في النيابه في الصباح؟ لا انا مش متواجده محجوزه، انا متواجده عشان استلم جثمان الاستاذ حلمي. طيب كلمينا كده كان في انا في النيابه من الصبح عشان للساعه 6 مساء علشان نطمن على جثمان الاستاذ حلمي عشان وصيته الاخيره ما تسيبنيش لحد. كلمينا عن الوصيه الاخيره. ايه هي الوصيه؟ عباره عن ايه؟ معلش طيب حضرتك استحملي حد ولا تاخدي بالك منها. يعني ايهاب ده انا عارف ان هو روحه فيها على فكره، كان قاعد معايا شخصيا والله العظيم. رهام دخلت تقول له اصحى يا بابي عشان نمشي. طيب كلمينا كده عن اللحظات الاخيره في حياته. كان كلمه اخيره هنا على الموقع بصراحه. يعني حضرتك بس في اتهامات كتيره ليكي على السوشيال ميديا، حاولي تردي عليها. حاولي تردي على هديه. هنرد عليه بعد ما ندي الاستاذ هنرد على كل الاتهامات. ربنا قال اكرام الميت دفن. هيكون ليكي ظهور طيب بعد الدفنه وكده؟ هتوضحي الصوره ان شاء الله.